وقال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في قوله جل في علاه: أأمنتم من في السماء، أي عذاب من في السماء، عذاب من في السماء أي الله عز وجل إذا عصيتموه. ثم قول مجاهد رحمه الله ابن جبر، وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهم، قال في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، قال الله جل في علاه، وهذا هو قول ابن عباس. وقال مقاتل بن سليمان رحمه الله في قوله تعالى: أأمنتم، أي عقوبة الله عز وجل، من في السماء أي الرب تبارك وتعالى نفسه سبحانه وتعالى، لأنه في السماء العليا. وقال الشافعي رحمة الله عليه: أأمنتم من في السماء أي من فوق السماء على العرش. ومن الذي على العرش استوى؟ الله جل في علاه، الله جل في علاه.